مساء الخير عليكم، انا زياد، دي قناه بلو جليتش. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مراجعه على التليفون حلو جدا، كويس جدا في الفئه بتاعته. مش عايز اقول لكم ان هو في بعض السبيسيفيكيشن بتوصل لتليفونات سعرها او بتوازي تليفونات سعرها 5800 جنيه. اوه ماي جاد، التليفونات كلها غاليه، بس بالرغم من ان سعره غالي ستيل السبيكس بتاعته اقوى بكتير من اي منافس ليه في الفئه بتاعته. وات ايفر كان اليوسج بتاع التليفون بتاعتك، اعتقد ان هو هيعمل ساتسفاكشن كبير جدا. ونتفرج على الفيديو بقى، نبطل كلام كتير، يلا نتفرج على الريفيو مع بعض. يلا. انا رايح اعمل ريفيو، اوكي، وراجع مره ثانيه. استنى هري ده. يلا نبدا. اهلا بيكم. في الدقايق الجايين هنستعرض لينوفو كي 5 بلس، وقد ايه التليفون ده جميل جدا جدا في فئة السعر بتاعته. مش بس ديزاين، لا سبيسيفيكيشن كمان. التليفون ده بجد موجود فيه بعض الهاردوير الغالي جدا اللي بيبقى موجود في تليفونات غالية. خلينا الاول نستعرض الديزاين. التصميم هتلاقيه مينيمالستيك جدا. التليفون سليم، 8.4 ملم ثيكنس، 146 جرام، ويت 5 انش. تليفون في ايدك لذيذ جدا، يعني هاندي، تقدر تتعامل معاه بايد واحده مقارنه بالتليفونات الموجوده دلوقتي. غير ان الباك بتاعه ميتال، وده مش موجود في اي تليفون في الفئه بتاعته على الاطلاق. فلو انت شايل التليفون بتتحكم بايد واحده بتتكلم، هتحس ان التليفون في ايدك بريميوم، يعني كويس مش وحش. هو مش بريميوم قوي الصراحه، ما حسيتش الفكره دي، خصوصا ان شكله من قدام عادي، يعني مش اتراكتيف قوي، بس شكله من الباك شيك جدا. اللوجو بتاع لينوفو حلو، الكاميرات في مكانها، في سكندري مايك عشان نويز كانسليشن، غير ان في سماعتين بقوه 1 واط دولبي اتموس، معتمده من معامل شركه دولبي العالميه لتقنيه الصوت. فالديزاين بتاعه عموما حلو جدا جدا، يعني عجبني. البرفورمانس بتاعت الجهاز، خليني بقى اكلمكم على حبه نقط كده لذيذة ومفيدة عن الجهاز ده. الجهاز ده بيستخدم ماذر بورد اسمها كوالكوم 616، ودي نفس الماذر بورد اللي انتوا هتلاقوها بالظبط في تليفونات زي هواوي جي 8 وجالاكسي اي 7 2016 اللي بيوصل ثمنه دلوقتي ل 5830 جنيه بالضمان المصري، وده غالي جدا جدا. طب لو جينا نشتري التليفون الغالي ده بتاع سامسونج، هناخد ايه غير الديزاين والكاميرات الجامده؟ تاخد ماذر بورد حلوه جدا اسمها كوالكوم 616، اكزاكتلي نفس الماذر بورد اللي لينوفو كي 5 بلس بيقدمها لعملائه. كارت الشاشه للتليفون بيستخدمه اسمه ادرينو 405، وبيوصل عدد البوليجونز اللي بيقدر يبوش ويرندر ات اراوند 57 مليار بوليجون بير سكند. ده رقم مهول مهول بالنسبه لفئه السعر. المذر بورد دي اوكتا كور، الرامات بتاعتها دي دي ار 3، الاي بي اي سبورت بتاعها اوبن جي ال 3.1. فانت هتلاقي نفسك ماسك تليفون خفيف جدا في السرعه بتاعته، سنابي جدا مقارنه بفئه السعر، غير ان الجرافيكس بتاعته او ماي جودنس فيري اميزنج. انا قلبتها نويل تي في عشان بتكلم بالانجلش. ما علينا. جربت العب عليه بعض الجيمز زي ما انتم شايفين، والبرفورمانس بتاعته كانت هايله. انت تلعب اسفلت على الهاي، تقدر تلعب فيه ب 2016. والجيمز دي انت بتتكلم في جيجا وجيجا و600 ميجا مثلا في المساحه، فطبعا تشغل الالعاب دي بكفاءه عاليه جدا جدا جدا. غير ان انت برضو اكيد اللعب الخفيفه بقى اللي هي الكاندي كراش والسبواي والعاب التنس والعاب البازل والحاجات اللي دمها خفيف دي كلها هتلاقيها شغاله معاك حلو جدا، فانت ما عندكش مشكله. انت في كارت شاشه ما بتيجي بتقيسه على اعلى الالعاب. طيب انت لو لقيت اعلى الالعاب شغاله معاك حلو جدا، خلاص يبقى اكيد كل الحاجات التانية هتشتغل كويس. وده معناه برضو ان التليفون ده لما هنيجي نعمل عليه اديت للفيديوز او هنرندر عليه حاجه جرافيكس فيديو فول هاي ديفينيشن مثلا ستريمينج او حاجه، البرفورمانس برضو بتاعته هتبقى عاليه جدا. او ايفن لو انت تحب انك تلعب فيديوهات تقنيه الاتش 265. وعلشان كده التليفون ده انا بعتبره من افضل الهواتف الموجوده. لو انت بتدور على البرفورمانس ما تفكرش وما تقارنوش باي حاجه في فئته، لان في السعر ده دي اقوى ماذر بورد على الاطلاق، كوالكوم 616. الكاميرا كنت اتمنى انها تكون احلى من كده، وانا مش عايز حد يفهمني غلط، لان الكاميرا كويسه جدا جدا. هي 13 ميجا بكسلز، فيها 5 عدسات، سنسور مقدم من شركه اومني فيجن، عندنا ال اي دي فلاش. التليفون برضو بيسجل فيديو فول هاي ديفينيشن at 30 frames per second. الكاميرا الاماميه بتسجل فيديو هاي ديفينيشن، هو اقل شويه من الكاميرا الخلفيه بس ستيل كويس جدا، خصوصا لو انت بتصور الفيديوهات دي
في جود لايت كونديشنز، انما لما بتكون في اضاءه منخفضه الكواليتي بتقل بشكل ملحوظ. بس ستيل الكاميرات بتاعته كويس جدا، هتاخد سيلفي، هترفع على الانستجرام، هتشير على السوشيال ميديا. برضو بتقدر تتحكم في الايزو، الوايت بالانس، الجيو تاجنج طبعا موجود. بتقدر تتحكم حتى في الكواليتي بتاعت الكاميرا بتاعت الفيديو، مثلا 720 ولا فول هاي ديفينيشن. عندك الفلاتر، عندك البانوراما، عندك بعض الخصائص اللذيذه كده اللي موجوده في الكاميرا غير الهاي دايناميك رينج. علشان كده الكاميرات بتاعته انا شايف انها ستاندرد، هي مش مميزه قوي بس مش وحشه، وهتقضي معاك الغرض بشكل ظريف ولطيف. الاندرويد اللي بيجي في التليفون ده هو 5.1.1 لولي بوب سكند باي فايب يوزر انترفيس، او واجهه المستخدم لشركه لينوفو دايما بتحب انها تدمجها في تليفوناتها. واجهه المستخدم زي ما انتم شايفين هي خفيفه جدا، سريعه جدا، شكلها بسيط سمبل جدا. هو عباره عن الهوم سكرين فيها كل حاجه، هي ما فيهاش اب درور، ما فيهاش درج للبرامج، غير ان انت كل الابلكيشنز بتاعتك بتقدر برضو ترتبها وتحطها في المكان اللي انت حابه. دي حاجه كويسه جدا، يمكن عكس الجوجل لانشر مثلا. لو انت استخدمت جوجل لانشر مش هتقدر ان انت ترتب الايكونز بتاعتك، لكن لينوفو بتوفر لك كده. طيب لو انا عايز اغير اليوزر انترفيس، بما ان التليفون ده اندرويد فيه بلاي ستور، يعني عندنا اراوند 2 مليون ابس، برامج كتير ما بتخلصش بعدد شعر راسك اللي بتتفرج عليا انت يا كيوت يا امور. وبكده هتقدر تنزل لانشرز كتيره جدا ملهاش حصر وملهاش عدد. الشاشه بتاعت التليفون ده مبهره، يكفي ان انا اقول لكم ان الكالر ديبث بتاعت الشاشه 24 بت، وده بيخلي الكالرز بوب اب قدام عينيا. الكالرز الكونتراست بتاعتها حلوه، ولو انها في ارقام بتبقى اعلى في الكونتراست ميجرمنتس، بس التست اللي انا عملته في الداي لايت في معظم الاوقات لقيت ان الشاشه فيزبل جدا جدا، برايت جدا، بقياس وحدات الاضاءه اراوند 452 نت، بتنور جدا جدا، هي برايت سوبر برايت حلوه جدا، تقدر تشوفها تحت الشمس بوضوح، ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اشوفها تحت الشمس. ودي حاجه عجبتني في تليفونات لينوفو، ان ده تقريبا تالت تليفون او رابع تليفون اجربه تحت الشمس وتعجبني الشاشه بتاعته جدا يعني. فهم بيقدموا شاشه اي بي اس فول هاي ديفينيشن، ودي اللي احنا هنركز عليها. الشاشه دي يا شباب فول هاي ديفينيشن، واو، يعني انت بتتكلم في 441 بكسل بير انش اكزاكتلي لايك اكسبيريا زد 5 او اعلى شويه عشان زد 5 5.2 انشز. فلينوفو هنا بتقدم بكسل بير انش جبار، فالشاشه سوبر شارب، لو بتعرض اي صوره، بتتفرج على اي فيلم، هتشوف الشاشه بجد مبهره وجميله جدا. كل الكومبيتيتورز الواي 62 الجي 5 جالاكسي جي 5 او الهواوي جي ار 3 كلهم بيقدموا شاشه هاي ديفينيشن، ده التليفون الوحيد اللي فاته بيقدم شاشه فول هاي ديفينيشن. حاجه من الحاجات المميزه جدا في تليفون لينوفو كي 5 بلس واللي جذبت انتباهي جدا جدا هي تكنولوجي دولبي اتموس للساوند. الساوند رائع، الدايناميك رينج بتاعه واسع جدا ما بين التربل، البيس، الفوكلايز. في سامبل كده هم عاملينها علشان تجرب الدولبي اتموس وتجرب التكنولوجي بتاعت السراوند ساوند، وانك تبقى اميرسد قوي جوه المشهد يعني. وانا والله العظيم بجد حسيت فعلا ان انا كاني قاعد في السينما، يعني جالي احساس ان ايام ما كنت ببقى قاعد في السينما في اي ماكس او حاجه بسمع الصوت حواليا 3 دي. التليفون ده بيدعم 5.1 ان شاء الله الاوديو. فعلشان كده لو انت تلعب جيمز، تتفرج على موفيز، تعمل اي حاجه على التليفون ده بجد مبهر مبهر. الدولبي اتموس بتاعته ملهاش حل. باختصار التليفون ده حلو كويس، الكواليتي بتاعته كويسه جدا، هتحس انك ماسك تليفون تمنه فيه. مش بس كده، في بعض الفيتشرز اللي مش موجوده في اي تليفونات تانية، زي الشاشه الفول هاي ديفينيشن، زي كارت شاشه الجبار ادرينو 405 اللي بيخليك تلعب لعب زي اسفلت ومودرن كومبات وفيفا بسهوله تامه، زي رامات الدي دي ار 3، زي ال 16 جيجا انترنال المساحه الداخليه، وزي الفايب يوزر انترفيس اللي بيديلك شكل مبسط جدا للتعامل مع الاندرويد. مش هيغلبك غير ان انت بتقدر ترتب الايكونز بتاعتك وتقدر تعمل لها ري اوردر زي ما انت عايز. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي استفسار او اي سؤال على لينوفو كي 5 بلس يا ريت تكتب لي في الكومنتس، واعمل سبسكرايب بقى ما تبقاش عيل رخم. ياه، كان معاكم زياد من بلو جليتش، بشكركم كلكم ان انا خدت من وقتكم الدقايق دي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.